اهلا بيكم. لو فرحك قرب وعايزه حاجه تفتح بشرتك بسرعه، لو بتدوري على حاجه لتفتيح الاماكن الحساسه، لو عايزه حاجه تحافظ على اشراق ولون بشرتك، يبقى الفيديو ده ليكي. جايب لك النهارده اقوى تركيبه لتفتيح البشره، بتفتح البشره في خلال 3 ايام بس. التركيبه دي بيستخدموها الفنانين والمشاهير ومحدش بيتكلم عليها، لكن في البدايه انزلي وانزل دوسوا على زر الاعجاب واشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. وزي ما عودتكم في اول كل فيديو، انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبجيبها لكم على اساس انها تجيب معاكم برضو نتيجة كويسة. لكن ما تستخدميش اي حاجة غير لما ترجعي للدكتور او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين يقدروا يقولوا لك الحاجة دي تنفع معاكي ولا لا. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، جايب لكم النهاردة التركيبة الثلاثية اللي بتفتح البشرة في خلال 3 ايام بس. التركيبة دي يا جماعة بيستخدموها المشاهير والفنانين. طيب ايه هي التركيبة دي بقى؟ التركيبة دي متكونة من 3 انواع كريم. اول نوع حاجة اسمها ميلوكين، تاني نوع حاجة اسمها غارنيه كريم، تالت نوع حاجة اسمها بيتنوفيت كريم. ادي التركيبة يا جماعة قدام حضراتكم اهي. ممكن حضرتك تاخديها سكرين شوت دلوقتي وهتلاقيها في اي صيدلية. قولوا له انا عايزة ال3 انواع دول وهتلاقيهم موجودين في اي صيدلية وفي اي مكان. طيب بتستخدمي بقى التركيبه دي ازاي؟ بنلاقي ناس كتير بتعمل تركيبه تقول لك اخلطي ال3 انواع مع بعض ودربيهم على بعض وبعد كده استخدميهم. الكلام ده غلط يا جماعه ومش علمي، لان انت بمجرد ما تفضي الكريم من العلبه بتاعتها بتبدا الماده الفعاله بتاعتها تقل لحد ما تختفي خالص وكانك ما بتحطيش اي حاجه. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان الكريم لما بيتخلط مع بعضه ممكن يعمل تفاعل مع بعضه وما تستفيديش منه. علشان كده الدليل على كلامي، لو حضرتك جربت تركيبه قبل كده وخلطتيهم على بعض هتلاقي في البدايه بتجيب معاك نتيجه، لكن بعد مرور وقت او بعد فتره تلاقي النتيجه بتاعتها بدات انها تقل وما تجيبش نتيجه زي الاول. طب ليه؟ لان حضرتك الماده الفعاله بتاعتها تعتبر باظت ملهاش لازمه. طيب انت هتعملي ايه بقى في التركيبه دي؟ هتخلي كل علبه جواها الكريم بتاعها، وهتيجي بقى وقت الاستخدام هتاخدي حته من هنا على كفه ايدك، وحته من النوع التاني على كفه ايدك، وحته من النوع التالت على كفه ايدك، وتبداي تخلطيهم مع بعض بصباعك، وبعد كده بتاخديها وتدهنيها في المكان المطلوب او الحته اللي انت عايزاها، سواء في الوجه او الاماكن الحساسه او في اي مكان في بشره حضرتك. يبقى كل نوع هيفضل الكريم في جوه العلبه بتاعته، ما تخلطهمش مع بعض. طيب علشان برضو بحب ان انا اتكلم معاكم وافهمك انت هتستخدمي الحاجات دي بتستخدم لايه، ما تحطيش وخلاص. هقول لك كل نوع المفروض انه بيستخدم لايه. اول حاجه المولوكين ده المفروض زي ما حضراتكم شايفين كده هو كريم لتفتيح البشره، يبقى ده اساسي معانا ان هو بيعمل عمليه تفتيح للبشره. طيب تاني نوع غارنيه كريم، ده بيستخدم بنستفيد منه ب3 حاجات. اول حاجه بيحافظ على اشراق ونضاره البشره، تاني حاجه بيحمي حضرتك وبيحمي بشره حضرتك من اشعه الشمس، وزي ما احنا عارفين الشمس من اكتر الحاجات اللي بتسمر البشره او بتؤدي لاسمرار البشره. تالت حاجه واهمها انه بيحتوي على فيتامين سي، وفيتامين سي ده يا جماعه بيحافظ على بشره حضرتك وبيحميها وبيغذيها طبعا. تالت حاجه كريم اسمه بيتنوفيت كريم، ده اصل استخدامه ان هو بيستخدم كمضاد للالتهابات. يعني حضرتك لو فتحت النشره دلوقتي بتاع الكريم وقراتيها مش هتلاقي ليه علاقه خالص بتفتيح البشره. طب انا حاطه ليه او جايبه ليه؟ ده علشان خاطر يحمي البشره من اي التهابات ممكن تتعرض لها بسبب استخدام الانواع التانية. دي حاجه. الحاجه التانية ان هو بيساعد البشره انها تمتص الكريم ده علشان تستفيد منه وتاخدي اقصى استفاده منه. التركيبه دي يا جماعه ناس مجرباها وجايبه معاها نتيجه كويسه جدا ومفعول قوي جدا جدا جدا. استخدميها وقولي لي في التعليقات تحت عملت معاك ايه، وتنفع للرجاله او للحريم او للستات او لاي حد، مفيش اي مشاكل منها او اي خطوره منها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو انزلي دوسي على زر الاعجاب واشتركي في القناه، واكتبي لنا في التعليقات حابه اتكلم عن ايه في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم.